هنعمل النهارده كيكه بجد كل اللي يشوفها هيفكرك جايباها جاهزه من بره. مش بس كده، ده كمان اقتصاديه ومكوناتها كلها في البيت وبسيطه جدا، وهتنجح معاكي 100%. بجد مش كلام، هتنجح معاكي من اول مره 100%. مقاديرها مظبوطه جدا بالملي، هكتبها لكم تحت الفيديو بالجرامات وبالكوبايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي وتقولوا بتشوفوني منين. يلا بينا نخش على الطريقة. عندي 200 جرام من البسكوت السادة اي نوع، انا استخدمت بسكوت ألكر، ومعلقتين كبار من الزبدة، وحوالي كوبايتين الا ربع من الحليب البودر، وكوبايتين زبادي، الكوباية 170 جرام، وكوباية الا ربع من السكر الابيض. هضرب البسكوت بتاعي في الكبة لحد ما يبقى ناعم معايا قوي. الكبة بتاعتي صغيرة فحطيت البسكوت بتاعي على مرتين. لازم البسكوت يبقى ناعم خالص، عمل زي الرملة كده، مش عايزينه يبقى فيه كلاكيع خالص. الكيكة دي فيها شبه كبير جدا من التشيز كيك، بس من غير تشيز خالص. بعد ما البسكوت بتاعي كله ينضرب كده هحط عليه الزبدة بتاعتي، واحط عليهم معلقتين كبار من الحليب او 3 معالق، معلقتين ل3 معالق، بس مش اقل من كده، عشان عايزين الخليط بتاعي يبقى عامل زي الرملة المبلولة كده، مش مفرفر ومش متماسك. هضربه كويس كده وهنزل الخليط من الجناب علشان كله يمتزج ويبقى زي بعضه. هتمسكي البسكوت بتاعك كده هتلاقيه بيتماسك، ولو سبتيه بيفرفر تاني ويبقى مفرفر. هجهز الصينية بتاعتي، هجيبها، استخدمت صينية من اللي بتتفتح، تقدر تستخدمي اي نوع من الصواني عندك مفيش مشكلة. هحط عليه ورق زبدة واقفل عليه واشيل الزوايد بتاعي، وهحط بقى البسكوت بتاعي في الصينية وافرده وابططه بحيث ان هو يبقى كله متساوي مع بعضه ونفس المستوى، مش جنب اعلى من التاني. كده البسكوت بتاعي بقى جاهز معايا، هحطه بقى على جنبه في الكبة في نفس المكان، مكان البسكوت. هحط بقية المكونات بتاعي، الحليب البودر والسكر والزبادي. الزبادي بتاعي هنا طبعا انا لما طلعته بره نزل ميه كده و... وسوايل، انا مش عايزه الميه دي خالص. لما اجي احط الزبادي هشيل ال... الميه بتاعه، او تصفيه بشاش او تصفيه بمصفى او بالمعلقه. انا استخدمته بالمعلقه كده، شلت الزبادي من غير الميه بتاعه، عشان هتسيلي المكونات قوي وهتخليها سايبه، وانا مش عايزاها كده، احنا عايزين الزبادي بس. كده تمام، هضربهم كلهم مع بعض كويس، وهكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 علشان يسخن شوية قبل الاستخدام. هضربهم كويس وهنزل من الجوانب كده بالمعلقة الحاجات اللي ماسكة، علشان كله ينضرب مع الخليط ما يبقاش فيه اي كلاكيع. وهحطه بقى على البسكوت بتاعنا اللي احنا فردناه كده، وبقت الصينية بتاعي جاهزة. هندخلها الفرن على درجة الحرارة 180 زي ما قلت لكم كنا مشغلينه قبلها، لمدة 10 دقايق لربع ساعة بس. وهجهز الجيلي بتاعي. انا استخدمت الجيلي، طبعا اي عبوة جيلي بيبقى مكتوب عليها طريقة التحضير من بره، تتبعيها نفسها بالظبط. مش عايزين نزود السوائل عشان احنا مش عايزين الجيلي يبقى سايب معانا، احنا عايزينه يتماسك على طول. حطيت كده المية السخنة وقللت حوالي 30 جرام علشان تبقى متماسكة معايا قوي، مش عايزاها تبقى سايبة. وحطيت المية الباردة بتاعتي وقلبتهم على بعض. وقطعت بقى الفراولة، غسلتها وقطعتها علشان ازين بيها. هنا في الخطوة دي تقدري ما تعمليش بالجيلي ولا بالفراولة خالص، لو عندك مربى على الوش تقدري تحطيها مربى مشمش، فراولة، توت، اي نوع مربى بتحبيه، او لو عندك صوصات كراميل، شوكولاتة، اي حاجة انت حباها تقدري تستخدميها هنا. بس انا حبيت اعملها بالجيلي وبالفراولة زي الشيف آية اللي انا شفتها عملت الكيكة دي.
هنا الكيكة طلعت. عشان تعرفي ان الكيكة استوت ومظبوطة، بتهزيها، الخليط بتاعك مش سايل ولا سايب، وبتبصي على الطروف كده بتبقى عاملة زي اللي متشمعة كده، مش واخدة لون، بس بتعرفي انها استوت. هحط الكيك، هحط الفراولة بتاعتي على الكيك كده علشان تأديها شكل جمالي حلو. وزي ما قلت لك، انا قلت لك البدايل اللي تقدري تستخدميها في الكيكة. مش ما فيش حاجة تعطلك، لازم يبقى عندك دايما افكار لأي حاجة تانية. بس انا كان عندي الجيلي كان موجود، وانتوا عارفين الاطفال طبعا بيحبوا الجيلي قوي، فالكيكه دي هتبقى حلوه قوي. انا الكيكه دي بجد انا هعتمدها في كل المناسبات، اي عيد ميلاد، اي مناسبه عندي انا اعمل لهم الكيكه دي. خلصت الفراوله بتاعتي زينتها كده، وهجيب بقى الاسباتيولا واحط عليها الخليط بتاع الجيلي، بحيث ان هو يوزع الجيلي وهو نازل، ما ينزلش بسبوز مره واحده على الصينيه يعمل لي فيها خرم او يبوظ شكلها. فاهمين؟ فهي دي الهدف، هو ده الهدف من الاسباتيولا في توزيع السوائل. الكيكة بتاعتي هنا كده خلاص خلصت، هتخش التلاجة لمدة 4 ل5 ساعات، او من بالليل للصبح. وما تنسيش بعد ما تشيليها وتحطيها في التلاجة، ظبطي الفراولة بتاعتك علشان هتتحرك من مكانها. انا طبعا ما غرستهاش في الكيكة، انا حطيتها على الوش بس. بعد ما عدى بقى حوالي 4 ساعات انا طلعتها. الجيلي بتاعي الى حد ما تماسك، بس الحمد لله ما فيش صبر في البيت، كله عايز الكيكة. فطلعتها بقى. طبعا لو قعدت اكتر من كيكة الجيلي هيتماسك اكتر، ويبقى ماسك قوي على الكيكة من فوق، وهتبقى احلى. بس كده برضو جميلة، ما هيش مش لا بايظة ولا وحشة، جميلة برضو كده. طلعتها بقى، فكيت الصينية بتاعتي كده بالراحة وطلعتها من الصينية. شكلها تجنن، شكلها شيك قوي وحلوة قوي بجد. اي مناسبة بجد هتبقى الكيكة دي شكلها شيك كده وفخم في التقديم. مش بس كده، الطعم بتاعها لذيذ قوي. انا كنت مفكرة ان الزبادي هيبقى طعمه باين قوي في الكيكة، بجد الزبادي طعمه مش باين. وتقدري ان انت تخلي الطعم غني اكتر، او قلب على تشيز كيك لو حطينا كام قطعة جبنة كده كريمي في الخليط واحنا بنضربه في الكبة. بجد الكيكة دي جميلة، لازم تجربوها، انا متأكدة 100% انها تعجبكم شكلا وموضوعا. واعتقد كله بيحب الفراولة وخصوصا الاطفال. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، شكرا لكم بجد ان انتم اتفرجتم للاخر. وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتقولوا لي رأيكم في الوصفة. وبشكر الشيف الجميلة اللي عملنا وراها الوصفة، الشيف آية، وبتمنى انها ترجع الساحة تاني وتقدم لنا وصفات جميلة. وشكرا لكم.